في موضوع مهم تم نشره في أو بثه في نشرة رئيسية، نتابع هذا المقطع لأنه فعلا لا تجد ما تقول عندما تشوفه. وش راح نشوف؟ باتت تهمة التجسس وصمة عار ثابتة تلاحق نظام المخزن، تتجدد فصولها مع كل فضيحة جديدة تنكشف للرأي العام. هذه المرة يتعلق الأمر، ولم يكتفي نظام المخزن بذلك، بل عمد إلى تعبئة شبكة واسعة من العملاء والمخبرين السريين تمتد خيوطها إلى خارج الحدود، هدفها الترهيب وبث الخوف في صفوف الجالية المغربية. فضح الجواسيس المغاربة الذين اخترقوا لسنين عديدة المعارضين المغاربة متواجدين في أوروبا، واختراق كذلك بعض الصحفيين المغاربة الأحرار. أنا التعليق اللي عملته في البداية قبل الفيديو أنك ما تلقاش وش تسأل، مش على الموضوع كموضوع، ولكن أنه التلفزيون الرسمي الناطق باسم السلطة يدافع عن المعارضين المغربيين اللي موجودين في الخارج. شوف، يجب أن تكون عندك انفصام في الشخصية، أو أن تكون إنسان ما تحشمش يعني فعلا متاع طرق يقولوا عنا احنا بكري، فعلا حتى تنتج تقرير بهذا الشكل. وما نحكيش على المغرب وش هو يدير المغرب. لا طبعا هذيك شيء الكلام هذاك صحيح مو صحيح مش حنناقشه الان. لا في مغاربه يتكلموا من الخارج بعض. اي دب الروسم نحوس عليك انت كجزائري يا اخي، هذا التقرير ينطبق عليك. انت تهاجم المعارضين في الداخل وفي الخارج، انت متهم الان، عندك سلطه متهمه، انا ما نقولش باللي دارته، انت متهم بمحاوله اختطاف شخص في باريس. البروكيرور ناسيونال اليوم دار تصريح خطير في فرنسا. انا هذا هو الرد نتاعي. هاي ليك ما جاء في الصحافه الفرنسيه اليوم، فرانس انفو راهي في كل وكالات الانباء الان. ما الذي يقوله le procureur national antiterroriste Olivier Christian a indiqué que 8 procédures pour terrorisme d'État, إرهاب دولة, terrorisme d'État étaient actuellement ouvertes par le parquet national antiterroriste, visant notamment, ما هي الدول؟ visant notamment l'Iran, la Russie et l'Algérie. التصريح اليوم vendredi le 3 avril sur France Info. الإخوة في الجزائر على مستوى السلطة والإعلام، البروكيرور ناسيونال أنتي تيروريست في فرنسا اليوم عمل تصريح تنقلته وكالة الأنباء الفرنسية وكل قنوات العالم، يقول بأن هناك قضايا فتحت تهمة إرهاب دولة بينها 8 بينها إيران وروسيا والجزائر. الجزائر متهمة بممارسة إرهاب الدولة في الخارج. ما الذي قاله البروكيرور ناسيونال أنتي تيروريست اليوم فوندردي لو 3 قالوا له كيف يعني، هل إرهاب دولة داخل الأراضي الفرنسية يحبوا يقتلوا فرنسيين؟ قال لا، التصريح تاعه راه موجودة، قال يهاجمون المعارضين عندنا. أقف عند هذا الحد ونتحدث عن هذا الموضوع ربما الخميس والجمعة القادم بالتفصيل، لأننا في نهاية الحلقة. هؤلاء ناس لا يستحون، أنتم لا تستحون، لأنهم أنتم تهاجمون المعارضة في الداخل وفي الخارج. مش عارف أنا قضية سميتم قانون نزع جنسية يا أخي، أنا مانيش عارف هذه الحالة المرضية اللي الجزائريين ما عندناش. أنا ما عنديش الحالة المرضية ضد المغاربة، ما عنديش حالة مرضية، هذه حالة مرضية عند بعض متخذي القرار. لكن كي تعمل له كونتراست، انت كي تتكلم على حاجة موجودة عند جارك وانت تمارسها ايضا، وما عندكش حتى معارض عادي داخل في الجزائر فتح له البلاطو. انا نقول لك هادو ناس اللي قرروا مش نقول لك كل اللي قرروا هذا الشيء. يعني هذه كاينه واحد النخبه صغيره، ما نخبه ديجا، كاينه واحد المجموعه كمشه اللي هي اللي راهي تقرر. هذه راهي فسدت سمعه البلاد. هذا مش نقول. سي سالم صالح، طبعا يبقى تصريح المسؤول الفرنسي جدير بها. يردوا عليه اسمع هذا مسؤول فرنسي صرح اليوم 3 افريل، صرح بأنه هناك تحقيقات بتهم إرهاب دولة ضد دول 8 من بينها إيران، روسيا، أعطيني الكاميرا، إيران وروسيا والجزائر. هناك اتهامات بإرهاب دولة
ضد الجزائر. ردوا عليهم. سي سالم صالحي شكرا لك. يعني تعبناك في الخميس والجمعة، كل مرة تعبني. وانا نذكرك تبون وش قال هو قبل ما تصير هذيك الحكاية. هو كان حبيب ماكرون وقال فيه من الكلام العاطفي ما لم يقله عشيق لعشيقته، وانا نقولها لك يعني، وكان مفردات وصف بها ماكرون. وزيارته التاريخية هو اللي اعلنها، هو اللي قال زيارة مع التاريخ، وهو اللي قال له الصحفي ماذا الذي تقصده بون فيزيت دو ليستوار ولا هذاك دو ليستوار. قالوا لي انه نحن نجيب لك الكوت لانه بلغت العلاقه بيننا وبين فرنسا مرحله النضج، ها يعني كل شيء. وبعدها باسابيع راحوا قطعوا العلاقه وداروا هالحيحايه وجنيري با كانوسا لقضيه مرتبطه بالمناوشات ولا المناكفات مع المغرب فقط يعني. يبدو أن السفير الفرنسي في حديث على عودته إلى الجزائر. يا ولدي عاد وراح هذا السفير الفرنسي. دوك نعطي لك أنا مؤشرين لهؤلاء المساكين يعني. أولا هناك إعلان عن من وزير الداخلية الفرنسي، إعلان اليوم قالوا باللي أنه الاتفاقيات عودة التعاون في قضايا الأمن يعني الإرهاب وكذا، الأمن والقضاء والهجرة غير النظامية. هذه قالها وروحوا الفرنس انفو راهم جايبين الفيديو نتاعو يعني، والناس الناس قاعد تقول شنو هذا؟ أو قال لك بلي رجعنا التنسيق والتعاون، وزير الداخلية يحكي فيها. هو الرئيس قال جنيري با كانوسا، بصح كانوسا جابوها للجزائر. يعطيك الصحة. نقول لك بلي هذاك السفير الفرنسي السفير الفرنسي في الجزائر الموجود في فرنسا ذهب إلى السفارة الجزائرية في فرنسا واستقبل هناك من القائم بالأعمال هكذا، وذهب مع شخصية أخرى ووقع على سجل التعازي لوفاة زروال الله يرحمه. إذا ما يسوق للعامة وما يحدث فرق كبير. وفي الوقت اللي كانوا يبيعونا فيه في السردية فضحهم السفير وفضحهم وزير الداخلية وقال لهم باللي السنة اللي فاتت درنا 3 اجتماعات. فبدات التعليقات قال لك هم يجتمعوا، والله قال لك هم ظهروا يجتمعوا، والناس الاخرين يضحكوا عليهم يقولوا علاه تصدقت شنو يحكيوا. قال لك اجتمعنا على مستوى الوزاري وزارة الداخلية وعلى مستوى لجان وزارة الخارجية، فما بيعوناش وانا اصلا نكره المحشي فما نحبش ناكل المحشي. شوف ما بقى لناش تقريبا وقت، لكن سليم بعد اذنك عندنا زوج تصريحات مش عارف نختاروا تصريح حساني شريف على الانتخابات او تصريح بوطبيق. لا خليك بوطبيق، جيب لي حساني، نجيبوا حساني شريف لانه مهم جدا، لانه في سياق الانتخابات. نعم. كان فيه اليوم نشاط، اذا كان ممكن الشباب الفيديو 11 لحساني شريف وهو يتحدث عن لماذا سيشاركون في الانتخابات. ولذلك يا إخواني الأفاضل أخواتي الفضليات، لا شك أن هذه الانتخابات ستكون انتخابات متميزة بهذه السمات التي ينبغي أن نفهمها. نحن كما ذكر أخوي الفاضلين الأستاذ سعد والأستاذ أحمد حركة مسؤولة، حركة تدرك ماذا تفعل، تدرك ما هي ماهية الانتخابات في هذا الظرف. هذه انتخابات من أجل الفوز بمقاعد انتخابية في البرلمان وفي المجالس المحلية والولائية من أجل رفع مستوى تمثيل الحزب، أم هي انتخابات من أجل العمل على استقرار هذا الوطن وتجاوز هذه التحديات الكبرى التي تطالنا من كل الجهات وفي كافة الجوانب وفي كافة المجالات. إخواني أخواتي، نحن نخوض هذه الانتخابات من أجل أن نكون شريكا سياسيا موثوقا في هذا البلد يساعد على تجاوز هذه التحديات وهذه الإكراهات وهذه الصعوبات التي يعيشها العالم أجمع. نحن أمام تحول عالمي، أمام تحول إنساني. الجمعة جمعة دبر راسك معي. لا الأخ حساني مع كل احترام يعني، وهذه نقاشات قديمة تعود كل مرة، تعود كل مرة. وأنا كنت ذكرت لك الحديث اللي بيني وبين الصديق والأخ العزيز مقري، ونحن في خلاف حول هذه النقطة، وكنت ذكرت لك يعني ما قلتلوش وش رجع لي يعني. فأنا ما زلت عند موقفي. أنتم لا
لا في العير ولا في النفير في قضية الخيارات السياسية للسلطة. السلطة عاقبتكم ديجا ببيان في وكالة الأنباء الجزائرية، وين سبوكم يعني سبوا حركة حمص بالذات حول قضية تدخلها في خيارات الخارجية يعني والدبلوماسية، وقال لكم هذه من صلاحيات الرئيس. المشاركة في الانتخابات أنتم تشاركون لتقوية الحزب. لا قال لك انقاذ البلد. لا أنا نقول لك أنا جايك أنا نقول لك رأيي أنا، واللي قلته المقري اللي كان رئيس حركة المجتمع، واللي خلي ما الذي تنتظره منا، هل نحل الحزب ونبقاو في ديارنا ونبقاو تافهين، هانا نناضل في المتاح، وهذا موقفه وهو حر فيه. واختلفنا اختلافا يعني كبير، لكن يربطها بالحالة لا انا يجيك نكمل لك برك على مقري. لا مقري كان خطابه اقوى من هذا الخطاب، وعنده الحجج واكثر يعني الى لو فيرب يعني. ومع ذلك يعني كان المعارضين الطرح نتاعهم موجودين في النخبه السياسيه. فاكمل فقط بعد، وما زلنا في علاقه جيده مع مقري وفي نقاش، وهو ربما قد يصل الى مراجعات حول هذا الموقف. انا نقول حساني ما عندكمش ولا دخل في الاختيارات السياسيه على المستوى الداخلي